السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم من جديد في القناه. مرحبا والف مرحبا. اليوم ان شاء الله جيت لكم بواحد الوصفه زوينه وصحيه كالعاده، اللي هي السردين مقلي في ملعقه واحده من الزيت، صحي وكيجي مقرمش ولذيذ، والطريقه ديالو سهله بزاف. نتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله، وما تنساوش جربوا الوصفه وعطيوني الراي ديالكم. غادي ندير ليه ان شاء الله شرموله مغربيه 100%، لذيذه بزاف. نبداو بالمقادير ان شاء الله والطريقه ديال التحضير. عندي هنايا كيلو ديال سمك سردين، غسلته مزيان ونقيته. هانتوما كيف كتشوفوا خويت له البطن ديالو، هو طري السردين، وحيت لي داك الشويكات اللي كيكونوا هنايا والشوكه اللي كتكون في الظهر، وكنحيدوا له القشور اللي كيكونوا هنايا على السطح ديالو. كيلو ديال سمك سردين. عندي هنايا التوابل، غادي نحتاج فلفل احمر حلو، بابريكا، او اللي بغا يدير حتى الحار يديرو على حسب الذوق. عندي هنايا كمون، الملح، ثوم، ليمون حامض، قزبر وبقدونس مقطعين طريين، قطعتهم رقيقين. وبالنسبه للدقيق غادي نحتاجو الدقيق الكامل او الفورس او اي نوع ديال الدقيق عندكم. نبداو على بركه الله. غادي تصايبوا الشرموله باش غادي نعمروا بها السردين ديالنا. فلفل احمر حلو على حسب الكميه حنا اللي عندنا، هادشي اللي غادي نحتاجو ان شاء الله. كمون، ملح، قزبر ومعدنوس، ثوم غادي نحكوه، اللي بغى يدقوا في المهرات يدقوا، اللي بغى يحكوا يحكوا، اللي كل واحد على حسب الطريقه اللي كيبغي. بعد ما حكينا الثوم غادي نزيدو على التوابل. غادي نعصرو نصف حامضه باش يتخلطوا لينا التوابل ديالنا. نخلطوهم ان شاء الله باش ينسجموا. بعد ما نسجموا لينا العناصر ديالنا اللي درنا، التوابل مع قزبر ومعدنوس والثوم، دابا ان شاء الله غادي نعمروا به السردين اللي عندنا. كنديرو في البطن ديالو بهذه الطريقه.
من بعد ما سالينا الكميه ديال السردين اللي عندنا، درناه كامل، درنا له في البطن ديالو شرموله. عندنا هنا مقله ما كتلصقش، غادي ندهنوه بملعقه واحده ديال الزيت. غنحاولوا ندوزو عليها الزيت كامله بهذه الطريقه، ما غاديش نكثروا الزيت. وغادي نديروا السردين ديالنا في الدقيق الكامل ونستووا في المقيله. بهذه الطريقه كنغلفوه بالدقيق كامل. اللي بغى يدير كيف قلت لكم الدقيق الابيض الفورس يديروا، اللي بغى يدير الفينو او الدقيق الصلب حتى هو يديروا، حتى هو كيجي زوين، كيجي مقرمش. بهذه الطريقه كنديروه. كيف ما شفتوا معنا ما كياخذش معنا بزاف ديال الوقت، الطريقه سهله وكيجي صحي. كنحاولوا ندحسوهم باش كيجيونا تقريبا بحال الوريضه. من بعد ما استفنا الكميه ديال السردين اللي عندنا، ها هي هذه، غادي نديروها فوق النار طيب ان شاء الله، ونقلبوها ونوري لكم ان شاء الله كيفاش غادي يجي. السمك ديالنا ان شاء الله يطيب. هانتوما كيف كتشوفوا على نار بين المتوسطه والقليله، كنخليوه يطيب على خاطرو. هذا هو الشكل النهائي ديال السردين ديالنا. هانتوما كيف كتشوفوا كيجي محمر زوين بزاف. نتمنى تجربوا هذه الطريقه، غادي تعجبكم. واللي اول مره كيزور القناه ما ينساش الضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو وتفعيل الجرس باش يوصلك دائما كل ما هو جديد في القناه. ما تنساوش ليا الدعم ديالكم باللايك. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه اخرى.